وسام أبو علي، ومفيش غير وسام أبو علي دلوقتي الكلام عليه لأنه بقى نسر الأهلي الجديد. بس قبل النجومية دي كلها مر بمواقف في حياته تستاهل إنكم تعرفوها، بداية من حياته اللي كادت تنتهي لولا ستر الله. إيه حكاية وسام أبو علي، وإزاي قدر إن يجمع جنسيتين في وقت واحد، وإيه الصدمة اللي في حياته؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. في البداية كده لازم تعرفوا إن وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي مر بكتير في حياته. الشاب اللي انتوا ممكن تكونوا شايفينه صغير ده ولسه ما شافش حاجة في الحياة، هو في الأصل خالص شاف كتير ومر بكتير جدا. وسام أبو علي في مرة من المرات وقع على أرض الملعب، وقال وقتها إن انتهت حياته. وقتها كان هو في فريق فين ديزل سنة 2021 تقريبا، وكانت صدمة. ووقتها بعد الفحص والتدقيق في صحة وسام أبو علي اكتشفوا إنه سقوطه على أرض الملعب خلال مواجهة لومبي كان بسبب مشاكل في القلب عنده وقتها. بس الحمد لله المشاكل دي اتحلت، او علشان نكون ادقاء في نقل المعلومه فاللي مر بيه ده كان مؤقت مش دائم، وده شافه واتاكد منه النادي الاهلي مؤخرا بعد خضوع اللاعب للفحص الطبي من جانبهم. الحكايه التانيه بقى المهمه قوي في حياه وسام ابو علي هي حكايه الجنسيتين اللي معاه. حسام معاه الجنسيه الدنماركيه وجنسيه عربيه بتتبع واحده من الدول العربيه، هي دوله شقيقه، واكيد كلكم عارفين القصد على مين. حسام معاه جنسيه الدولتين دول، جنسيه الدنمارك بحكم انه اتولد في الدنمارك وعاش فيها اول حياته، ومعاه جنسيه الدوله العربيه لانه في الاصل والديه معاهم الجنسيتين دول. فهو بقى بحكم القوانين بقى معاه الجنسيتين، واصبح القانون لصالحه تماما. نيجي بقى للجزء الثاني المهم في حياه وسام ابو علي. عدد كبير من الجماهير دلوقتي بتسال ان كان وسام ابو علي متجوز ولا لا، خاطب ولا لا، والحقيقه ان لا ده ولا ده. وسام ابو علي وفقا للمعلومات عنه المتاحه فهو لسه سنجل غير متزوج، ومفيش حتى مشروع خطوبه. تفتكروا ممكن يكون في حاجة قريب بحكم إن جه في مصر هنا؟ وكمان بقى في حكاية تانية مثيرة جدا في حياة وسام أبو علي. يقال إن اللاعب أول ما جه النادي الأهلي اللعيبة كلهم قابلوه بود وبكل ترحاب. عدد كبير من اللعيبة استقبلوا وسام أبو علي في النادي الأهلي وأخدوه بالأحضان، على الرغم إن هم ما كانوش يعرفوه قبل كده ولا شافوا بعض لقاء عابر حتى. ورغم ده كله في استقبال بالأحضان وكأن اللاعب مولود في مصر وابن الجيزة كمان. طيب يا ترى ليه الأهلاوية قابلوا اللاعب كده؟ الحقيقة إن كان من المتوقع أصلاً إن الأهلاوية هيقابلوا وسام أبو علي كده، وده لأن اللاعب زي ما قلنا عربي ومن دولة شقيقة. والأهم من كده كله عطفاً على الظروف اللي بتمر بيها الدولة الشقيقة دي، واللي أغلب المصريين زعلانين على اللي بيحصل، فتحول العطف ده كله لوسام أبو علي. انتوا قولوا لنا إيه رأيكم في وسام أبو علي؟